المرة دي انا هبقى اذكى منهم وهشتري اللي انا عايزاه بالظبط وبأقل سعر كمان. ده مش انا لوحدي، ده انت كمان كل مرة في نفس الوقت، عشان بكرة البلاك فرايداي، اكبر موسم تخفيضات في السنة، واللي بنستناه كل مرة عشان نشتري كل الحاجات اللي احنا عايزينها بأقل سعر طبعا. فبتدخل الموقع او بتروح المول، بس النتيجة بتبقى هي كل مرة، فاتورة اكبر من كل توقعات. طيب ايه السر او السبب اللي بيخلينا بنفشل في عملية الشراء دي؟ مش عشان قيمة الخصم كبيرة قوي وعرض ما يتفوتش، او عشان انت بتحب الشوبينج مثلا، لا، الموضوع ان انت بتعمل شوبينج بنص مخك تقريبا، يعني خلينا نقول بنص تركيزك. انت دلوقتي بتشوف يوم مع سارة، واللي دوري هنا ان انا ادور واكتشف الحكايات اللي ما بتاخدش بالك منها. فحكاية النهاردة هو السر اللي بيخليك تفتح محفظتك بكل رضا، وهو الموسيقى. الاعلانات اللي بتكلم عقلك الواعي اللي بيحسب الفلوس ده بقت قديمة، ما بتجيبش نتيجة. الاعلانات دلوقتي بتستهدف الجزء العاطفي اللي بيحب يحس بالراحة والامان، وان الحاجات دي ما تتعوضش. هو ده اللي بيشتغلوا عليه، وهو ده اللي بيجيب نتيجة، وده اسمه التسويق العصبي. ببساطة التسويق العصبي ده بيخاطب جزء في العقل اسمه الجهاز الحوفي. طيب الجهاز ده بيعمل ايه؟ الجهاز ده هو اللي بيعالج المشاعر. يعني بتشوف حاجة بتحس بمشاعر كده غريبة، ممكن تحس بالفرحة، بالرغبة، بالحنين، اي مشاعر بتحس بيها، وبيشتغل عليها ويخليك تشتري الحاجة بسرعة من غير تردد. وعشان تبقى عارف ان كل العلامات التجارية بتستخدم المؤثرات الحسية دي، اللي هي ممكن تكون في الإضاءة، في الديكور، ألوان، والموسيقى، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو النهاردة. في دراسات كتير بتقول ان 80% من عملية التسوق بتاعتنا بتتم بشكل عاطفي. انت متخيل؟ 80% من الحاجات اللي بتشتريها عشان انت حاسس انك هتبقى محتاجها، بس انت اصلا مش محتاجها. انت لما بتدخل مول او سوبر ماركت كبير في وقت عادي مفهوش تخفيضات، تفتكر ايه الموسيقى اللي بتبقى شغالة؟ وقف الفيديو ثواني وفكر وقول اجابتك في الكومنتس. غالبا الموسيقى اللي هتبقى شغالة هتبقى رتمها بطيء جدا. ليه؟ عشان الموسيقى الهادية او البطيئة هتخليك تمشي ابطأ، وده معناه ان انت هتتفرج على كل المنتجات، مش هتتفرج على الحاجات اللي انت رايح لها بس، وده معناه ان انت هتقضي وقت اطول، وفي النهاية اكيد هتشتري اكتر. فانت متخيل انك ممكن تشتري اكتر بنسبة 20% بس بسبب الموسيقى البطيئة اللي شغالة في الخلفية وانت اصلا مش مركز معاها؟ خلينا اديلك مثال تاني. المحلات او الاماكن اللي بتبيع حاجات غالية زي المجوهرات مثلا، او حاجات فخمة زي الماركات العالمية، بتشغل موسيقى ايه بقى يا ترى؟ بتشغل موسيقى كلاسيكية قديمة، او موسيقى فيها احساس او فايبز الرقي والفخامة كده. ليه بقى؟ عشان تحس ان الفلوس الكتير قوي اللي انت هتدفعها دلوقتي في الحاجة دي تستاهل بجد، وهتخليك مميز ومختلف عن الناس التانية. طيب انا عرفت ان انت بتشتري اونلاين بس ما تفتكرش ان انت كده هتهرب من كل البراندز دي. هما برضو هيستغلوك وهيعرفوا يخرجوا منك باكبر قدر استفادة. طب هما بيعملوا ايه بقى في الاونلاين شوبينج؟ ممكن المواقع تشغل موسيقى وهتستخدمها بنفس الريتم اللي يخلي فيه مبيعات اكتر، بس لو مش بتستخدم موسيقى هتستخدم ايه بقى؟ تعال نتخيل. انت دخلت دلوقتي الموقع وفي عروض عشان البلاك فرايداي. اول حاجة هتلاقيها في وشك بانر كده طويل عريض عمال يعد تايمر بالوقت ان خلاص فاضل 10 ساعات والاوفر يخلص. انت هتعمل ايه؟ هتتوتر جدا، وانا محتاجة الحق العرض الرهيب ده. تاني حاجة، انت اقتنعت ودخلت على المنتج عشان تشوفه، هتلاقي طالع لك مسج بيقولك في 10 تانيين بيشوفوا المنتج ده في نفس اللحظة دي، يعني اللي هو خلي بالك الحاجة قربت تخلص وفي ناس كتير مهتمة بالمنتج ده. واخيرا بقى لو انت خدت القرار وحطيت المنتج ده في سلة الشراء وبس متردد شوية، هتلاقي طلع لك مسج كده بيقولك خلي بالك المنتج ده فاضل منه قطعتين بس. فكل ببساطة هتشتري من غير اي تردد. فموقع التسوق ده بيشيل اي حاجة من قدامك بتخليك تفكر او تتردد لحظة. حتى طريقة الدفع ما بقتش محتاج ان انت تطلع الفيزا وتكتب الرقم وتدخل الداتا بتاعتك.
كله بقى بكليك واحدة وبس انت خلاص اشتريت. سواء في الاونلاين شوبينج او في الاوفلاين شوبينج، في ادوات كتير التاجر بيستخدمها عشان يأثر فيك ويحسسك بالضغط والسرعة وان انت محتاج تجيب الحاجة دي حالا، فبتتصرف بشكل عاطفي وبتشتري الحاجة عشان ما تفوتش الفرصة. بس انا مش هسيبك من غير حل. انت هتستخدم قاعدة ال7 ثواني، ودي قاعدة انا ألفتها وانا بكتب السكريبت الصراحة، بس انا متأكدة ان هي هتجيب معاك نتيجة لو جربتها. هتعمل ايه؟ انت دلوقتي واقف في المول او واقف في المحل او في الاونلاين شوبينج وخلاص انت قررت ان انت هتشتري الحاجة دي. اقف 7 ثواني بالظبط وبص في حاجة بعيد خالص عن المنتج ده. لو انت في المحل بص في السقف، بص على الحيطة. لو انت ماسك الموبايل بص الناحية التانية، ارمي الموبايل خالص. وقف 7 ثواني واسأل نفسك أسئلة منطقية بحتة، اللي هو انا محتاج الحاجة دي بجد؟ هو الخصم ده حقيقي؟ هو السعر ده مناسب للمنتج ده؟ هل انا محتاج الحاجة دي فعلا؟ وهل هستخدمها خلال الشهر اللي جاي؟ ولا انا بشتري الحاجة وخلاص؟ يعني أسئلة كده ممكن تفوقك ولو لحظة. الموسيقى والإضاءة والديكور كل دي حاجات بنستخدمها عشان نخلق بيئة مريحة حوالينا، بس خلي بالك هي دلوقتي بقت أدوات تسويق خطيرة بتتحكم في قراراتك وانت مش واخد بالك. فلازم تبقى واعي باللي بيحصل حواليك. مش معقولة تشتري منتج انت مش عاوزه عشان بس الموسيقى اللي شغالة حلوة. بس فياريت تشاركني ايه اخر منتج اشتريته وما استفدتش منه فعلا، سواء في البلاك فرايداي او لا. وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان ما تفوتكش رحلتك الجاية معايا. سلام.